مين قال إن اللسان الطويل روشنة أو خفة دم؟ ولا إن الشخص اللي مش بيتقبل النوع ده من الكلام هو مقفل وقديم وخام؟ أصلا مين قال إن الشتيمة تعتبر نوع من أنواع الهزار؟ اسمع معايا الحديث ده. ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. يعني الحديث بيوصف الشخص اللي لسانه سيء، كلماته صعبة، اللعنة على لسانه كأنه كلمة عادية جدا. المشكلة إنك تلاقي الشخص ده عارف هو بيعمل إيه كويس، بل هو بيتفاخر بده، اللي هو أنا لساني وحش فخاف مني. وطبعا لو حد اتجرأ وحاول ينصحه بيسمع ما لا يرضيه. وأحيانا تانية تلاقي حد يقول له يا عم احنا بنهزر، دي نكتة، هزار هزار يا عدو الفرحة، ما تعقدهاش. وبعدين انت هتقف لنا على الكلمة؟ حتى الكلام هتصعبوه علينا. ما تفكرش ان كل كلمة بتقولها مش هتتحاسب عليها. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وأحيانا تانية ممكن تلاقي إن الشخص كان كويس ولسانه كويس، ولكنه بدأ يقعد مع ناس أو يختلط بناس لسانهم بذيء، لسانهم مش كويس، فتلاقيه هو بدأ كمان يلقط من الكلام ده، أو بدأ يستحسن الكلمات دي وبدأ هو كمان يقولها، وهو مش مدرك إن الكلام اللي هو بيقوله ده ممكن يدخله نار جهنم عشان بس هو بيقلد أو سمعها من حد. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوى به في جهنم 70 خريفا. أنت مش بس هتتحاسب على اللي بتعمله، أنت هتتحاسب على اللي بتعمله واللي بتقوله. راجع قاموسك أول بأول، ولو في حاجة محتاجة تتظبط ظبطها. ولو في يوم قعدت في قعدة ولقيت فيها شخص لسانه سيء ومضطر إنك تكمل في القعدة دي، ما تضحكش على كلماته البذيئة ولا هزاره السخيف، لأنك كده بالظبط كأنك بتسقف له وبتشجعه وبتحسسه إن اللي هو بيقوله ده شيء كويس وبيستدعي الضحك، وهو مش كده أبدا. وما أكتر الأعداد دي وما أكتر الكلام اللي بيتقال في الأعداد دي. لسانك ما يقولش إلا الطيب، ولسانك علشان يقول الطيب لازم ما يسمعش إلا الطيب. ولو في إيديك الاختيار دايما اختار إنك تقعد مع الشخص اللي بيتخير كلماته وبينتقي ألفاظه. واوعى في يوم تستحسن الشخص اللي لسانه بذيء أو كلماته سيئة وتبص له بنظرة إعجاب. وخليك متأكد بأن من طاب لفظه على قدره. وبس كده. أعاننا الله وإياكم.